من يوم ما عملت كده وانا رايق. ازيك يا صاحبي؟ بقالي كتير شايفك مهموم وشايل طاجن ست، وبصراحة عايز اتكلم معاك في حوار هيخليك على طول رايق. بس المرة دي عايز اسألك سؤال. الحياة مش دايما بتبقى زي ما احنا عايزين، صح؟ ساعات بتحس انك مضغوط وضايق والدنيا مش عايزة تروح حواليك، صح؟ انا هنا بقى علشان اقول لك ازاي تعيش رايق مهما يحصل. مش هقول لك كلام فاضي، ما تقلقش. انا هقول لك على حاجات لو فهمتها صح هتبص كل حاجة حواليك بطريقة تانية خالص، ولخصتها لك على 5 نقط بس. يلا نبدأ وركز مع اخوك علشان انت اخويا وما يرضنيش اللي انت فيه. الجزء الاول وبالراحة كده، هو مش كل حاجة بتحصل ليك ليها معنى. بص، أول حاجة لازم تفهمها، كل حاجة بتحصل في حياتك سواء حبيتها أو كرهتها فده لمصلحتك. مش لازم تحب كل موقف، بس هو واقع ولازم تتقبله وتفهم كمان الموقف ده عايز يعلمك ايه. زي ما تكون مولود في بيت فيه مشاكل وانت صغير، والبيوت كلها زي ما انت عارف مليانة مشاكل، ده مش علشان تعيش مخنوق وعامل دور الضحية، لا، ده عشان تطلع قوي وتعتمد على نفسك وتبقى كمان انت اللي مسؤول عن حياتك. فاهم قصدي؟ ولو الجواز او الارتباط اتأخر شوية فما تزعلش، ده علشان تتعلم تكتفي بنفسك، تطور نفسك وتظبط حياتك. في نفس الوقت الشخص المناسب ليك بيتظبط هو كمان علشان تقابله وتكملوا مع بعض. كل حاجة بتحصل علشان توصلك للأحسن، بس لازم تصبر وتفهم الرسالة اللي بيقولها لك كل موقف. الجزء التاني، الانفصال والناس السلبية ليها حكمة. لو اتعرفت على حد وفي الآخر انفصلته ما تقولش أنا خسرت، لا، ده حصل علشان تعرف قيمة نفسك. انت تستاهل حد يحبك بجد ويبقى في تناغم بينكم. الانفصال ده زي درس بيقول لك انت تستاهل تعيش مبسوط مش مضغوط ولا زعلان. وكمان الناس اللي بتعبطك وبتقول لك كلام يقلل منك برضه موجودين لسبب، عشان تتعلم تثق في نفسك ويبقى عندك مناعة من الكلام السلبي. اصل اللي بيحبطك ده مش رسول، ده بني ادم عادي يعني. زي ما في ناس هتشجعك برضه في ناس هتحبطك. هي دي الحياة، ولا انت مش عايش معانا في الكوكب؟ دايما خد الايجابي وطنش السلبي، ولو انت حساس فدي حاجة ما تعبكش، بس لازم تستغلها صح علشان تفيدك في شغلك وكمان تزود علاقات. الجزء الثالث واكيد هيبقى الفلوس والعلاقات والضغط، صح؟ طب ازاي بقى اتعامل معاهم؟ لو فلوسك مش كتير دلوقتي فما تقولش ان الدنيا ظلماء، ده حصل علشان تتحرك، تتعلم مهارات جديدة، تقرأ، تطور نفسك. مفيش عذر للجهل او للفقر غير في دماغنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ دايما من الفقر والجهل. لو بتحلم بعلاقة حلوة بس دايما كل مرة بتفشل، يبقى خد وقتك وتعلم ازاي تبني علاقة صح، ازاي تطور نفسك علشان تبقى جاهز للشخص المناسب. ولو في فترة امتحانات او ضغط شغل ما تخليش التوتر يتحكم فيك. التوتر ده زي السم، بيضعفك وبيخليك مش عارف تتحكم في حياتك. اتعلم تبقى رايق حتى وانت في وسط الزعل، ذاكر وانت مطمن، العب وانت بتمتحن، عشان الامتحانات دي امتحان صغير جوه امتحان كبير اسمه الحياة، وانت عارف ان اللي مكتوب لك هو اللي انت هتشوفه، وده نتيجة سعيك. لو اتوترت هتتعب وهتضيع وقت، بس لو ربط هتكسب نفسك ووقتك هيزيد وهتعرف تفكر أكتر. الجزء الرابع، ازاي تحب نفسك وتروق عليها. ساعات الدنيا بتخليك تحس انك مشتت تايه ومش عارف تروق على نفسك، او انك مش عاجبك نفسك، بتزعل منها وبتعاتبها. ممكن يكون كل ده بيحصل لك علشان تتعلم ازاي تهتم بنفسك. ما تجيش على نفسك علشان خاطر حد. لو في افكار سلبية بتشتتك اتعلم ازاي تتحكم فيها. لو الموبايل بيضيع وقتك نظم. لو عندك عادة وحشة ابدأ غيرها خطوة خطوة. اصل نفسك دي ملهاش غيرك، لازم تتعامل معاها بحنية زي ما تكون بتطبطب عليها، بس ما تخليهاش تسوق. لو وقعت قوم، ولو رجعت غلط قوم تاني. كل مرة هتبقى اقوى لحد ما توصل للي نفسك تبقى، وصدقني لو عبيت نفسك وروقت عليها الدنيا كلها هتروق معاك. الجزء الخامس، الروقان ده قرار. تعرف ان الروقان قرار والتوتر برضه قرار، انت اللي بتختار تعيش ازاي. لو عايز تبقى رايق اعمل حاجة بسيطة، ممكن تصلي، ممكن تستغفر، اعمل حتى كوباية شاي. عارف ايه الحاجة اللي انا بعملها والحمد لله بتروق بالي؟ هو ورد الصلاة على النبي كل يوم وانا رايح الشغل، يخلي بالي رايق اليوم كله لحد لما اجي انام. كل ما تروق على نفسك كل ما هيجي لك افكار حلوة تجيب فلوس.
وتجيب علاقات حلوة وفرص شغل. عارف ليه؟ علشان الدنيا بتروق على اللي بيروق على نفسه. انت عايش علشان ليك دور في المجتمع وعلشان تتطور وتبقى احسن، بس انت اللي تختار تتطور بحب وفرحة ولا تتطور بنكد وزعل. ثق في اللي خلقك وثق في نفسك وثق ان كل حاجة بتحصل لك علشان تتعلم بيها دروس توصلك لأحسن نسخة منك. وكده البوكش لخص وخلص. ودلوقتي يا صاحبي لازم تكون رايق مهما حصل. ممكن الدنيا تكون حواليك زحمة بس جواك رايق لو انت اخترت. ابدأ من دلوقتي اعمل اي حاجة صغيرة لنفسك. انت لسه عندك طاقة، وما تنساش ان ربنا قالك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وما تنساش تطمني في الكومنتات عملت ايه، وعيش رايق علشان انت تستاهل.